هو فين صوتكم يا بتوع الاقتصاد؟ طمنونا عليكم، فينكم يا جماعة اللي كنتوا كل شوية طالعين تقولوا الاقتصاد وقع والدولار طار، احنا رايحين فين؟ اخباركم ايه دلوقتي؟ الدولار بقاله شهر اهو بينزل وصوتكم اختفى فجأة، يعني على الله المنع خير، احنا حابين نطمن بس مش اكتر. الاحتياطي النقدي كمان وصل بيقولوا ل 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر. ايه مفيش تهنئة؟ مفيش بوست كده؟ مفيش لايك حتى؟ ولا عشان مش عاجبكم اللي بيحصل؟ ده البنوك الدولية اللي انتوا كنتوا بتستشهدوا بيها ليل نهار دي لما كان في أزمة، دلوقتي بتقول بصوت واضح الاقتصاد المصري بيتعافى، وانتوا لسه ساكتين. هو ايه الكلام؟ مش بس بيمشي غير على ضد الدولة ولا ايه؟ الاسعار بدأت تنزل مش بالشكل المثالي بس بتنزل. فين سوقكم بقى اللي كان شغال لما كانت بتغلى؟ فين موجة الولولة اللي على الغلابة اللي انتوا كنتوا عاملينها؟ ولا الغلا كان بيحرككم بس انما النزول ملوش صوت؟ الديون بقى لها كمان فترة بتقل ومصر قريتها لا رسمي كده مش هنرجع للديون تاني. فين بقى التنظير وفين القلق وفين التحليل بتاعكم؟ خد بالك بقى يا صديقي ان كل ده كمان بيحصل واحنا حوالينا نار مولعة من كل ناحية، حرب في غزة، فوضى في المنطقة، واحنا رغم ده الحمد لله بنتقدم وهنتقدم. تخيلوا لو كنا في حالة استقرار عالمي زي ايام مبارك بس بنهج السيسي كنا هنبقى فين. بس عرفتوا بقى ليه بيحاربوه؟ ليه الكل مش طايقه؟ عشان هو الوحيد اللي قال انا مش هسكت، وفعلا ما سكتش. بنى جيش، صنع اقتصاد، زرع ارض، فتح مصانع، عمل طرق، وحول مصر من بلد بتستنى المعونة لبلد بتفرض احترامها. بس في ناس طبعا مش عايزاك تبقى كده، ناس مش عايزاك تبقى قوي، مش عايزاك تستغنى عنهم، عايزينك دايما تفضل محتاج وتطلب وتتوسل كمان، ولما ترفض تعمل اللي هم عايزينه يعايروك بفقرك. ولا نسيته؟ لكن السيسي قالها بيعايرونا بفقرنا بس انا مش هسكت ومش هناخد اوامر من حد تاني. عشان كده الحرب عليه شرسة من القريب كمان قبل الغريب. بس طول ما احنا يا صديقي في ظهره، وطول ما مصر ماشية ورا مشروع حقيقي ودولة حقيقية، مصر هتبقى قد الدنيا غصب عن الكل. فتحيا مصر بينا كلنا يا عم الحاج.